تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الهل جمعا فبدا نور الكواكب بشرتنا بالعطايا والأماني والرغائب قد شربنا من صفانا بكامل أحلى المشارب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب فلرب الحمد حمدا جل أن يحصيه حاسب وله شكر على ما قد حبانا من مواهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب وله شكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعاجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل صلى الله عليه من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه أحسن الشمائل صلى الله عليه نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه كتاب القول والقرطاس وتنزل في حدائق الأسماء والأبصار صلى الله عليه في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه عبد الرزاق بسندي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن
أن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البث. صلى الله عليه وسلم روايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا ولما كان سيدا عبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه وسلم هذا النور المبين أسلاب بطن من شرفت من العالمين فتلقى هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل يد العلم القديم إلى من خصص بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها. صلى الله عليه وسلم بمعونة الله محافظة على هك هذه الدرة وصونها وعن رعاية الله كما ورد عنها هملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى أمر بعد شر من حمله وقرب وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجورة المسونة والكون كله يسمي ويمسي في سرور وبتهاج بقرب دور إشراق هذا السراج والعيون تشوفة إلى بروز وتشويقة إلى التقاط جواهر كنوز. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مهلة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا تكفي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تكن والسماوات متضمحة بذر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون والدهور. الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.